السلام عليكم. ميدان المنشية يتأهب لاستعادة رونقه التاريخي. تابع معانا الفيديو للنهاية وريت اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. شهدت الإسكندرية أول تجربة حقيقية نجاح للقضاء على الأسواق العشوائية، وهي تطوير ميدان محطة مصر وإعادته للحياة من جديد واستعادة رونقه التاريخي، حيث أقيم بالميدان سوق حضريا مع الحفاظ على المباني التاريخية بالإضافة إلى توفير فرص عمل والقضاء على الأسواق العشوائية والبيع الجائلين نهائيا. وتشهد الإسكندرية مخططا تنمويا حقيقيا بدأ بمشروع بشائر الخير والقضاء على العشوائيات بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمحاور، مما دفع بمطالب اسكندرية بتطوير ميدان القناصل التاريخي الذي يرجع إلى القرن الماضي، الذي كان شاهده على الكثير من الأحداث التاريخية وخطاب تأميم قناة السويس. وتطل منه محكمة الحقانية معبرة عن سيادة القانون وتاريخ القضاء المصري. ثم ميدان الجندي المجهول المواجهة للميناء الشرقي، هذا الميدان التاريخي الذي كان يعبر عن هوية الإسكندرية وتاريخها العريق. والميدان تحول عبر سنوات إلى عشوائيات وغياب الرقابة إلى الأسواق العشوائية، مما رفع طلبات اسكندرية بتطبيق تجربة ميدان الشهداء بمحطة مصر ليعود ميدان المنشية إلى سابق عهده ويستعيد مكانته المعهودة. أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن الدولة تسعى لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ميادين المدينة تحمل عدد كبير من المخالفات والعشوائيات، إلى أن إرادة الدولة تسعى لإعادة الهوية والانضباط إلى ميادين المحافظة لتعبر عن حضارة الثغرة التي تشهد التطوير في جميع القطاعات. وأشار إلى أنه يجري عقد بروتوكولات للبدء في تنفيذ مشروعات تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للبيع الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية. مطالب بالتطوير. تصريحات المحافظ جاءت ردا على آراء سكان منطقة المنشية، وهم يرون أن البيع الجائلين فرضوا أمرا واقعا يتزايد بشكل يومي بلا أي ضوابط وخارج دائرة الأمان، فأغلب الباكيات تعمل من خلال مولدات كهربائية أو سرقة البيع الجائلين للتيار الكهربائي. وأصبح مشهد الأسلاك الكهربائية مترامية بين فرش البيع الجائلين نظير خطرا قد ينشب في أي لحظة، وهو ما شهدته المنطقة من حرائق لولا سرعة تعامل الأجهزة الشرطية والدفاع المدني معها لكانت كوارث محققة. وتحدث محمد جمال أحد العاملين بمحلات المنشية قال إن الميدان يحتاج إلى تطوير حقيقي يتناسب مع تحوله إلى مركز تجاري ومركز الأسواق الرئيسية بالإسكندرية، والمنطقة تحتاج إلى تخطيط مروري حقيقي جديد يتناسب مع أعداد المواطنين التي تستقبلها المنطقة يوميا، بالإضافة إلى غياب أماكن الانتظار والمواقف العشوائية للسيارات الأجرة، خاصة إن منطقة المنشية تمثل نقطة ارتكاز وانطلاق لأغلب خطوط المواصلات العامة وسيارات الأجرة بالمحافظة. وطالب النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب بضرورة التعامل الجاد مع ميدان المنشية الذي شهد آخر تطوير عام 1999. وزي ما حضراتكم عارفين إن مخطط الدولة للقضاء نهائيا على البيع الجائلين والأسواق العشوائية، وشوفنا الكلام ده في ميدان محطة مصر بالإسكندرية. وزي ما شوفنا يا جماعة في اللي حصل في ميدان محطة مصر من إنشاء سوق حضرية متكاملة وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات الأجرة والأتوبيسات بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور. والميدان بقى فيه نظام يا جماعة وكاميرات مراقبة، والميدان بقى حاجة تانية خالص وحضراتكم عارفين الكلام ده. فإن شاء الله نشوف الكلام دوت في ميدان المنشية بإذن الله، ويبقى فيه نظام والدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. سلام، وياريت اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد. سلام واشوف حضراتكم على خير.